يا صباح الفل او مساء الفل على حسب التوقيت اللي بتشوفوا فيه الفيديو. عاملين ايه يا بنات؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده بقى جايه لكم بفيديو صدمه صدمه صدمه. انصدمت يا بنات وانا بغسل السجاد. انصدمت من النتيجه او انصدمت من المنظفات اللي انا جبتها اللي هي مش غاليه. جبت منظفات رخيصه فانصدمت من النتيجه او انصدمت من اللي حصل في السجاد يعني. فطبعا السجاد دوت نشرته، كنت بقى صفيته ونشرته يعني زي ما انتوا شايفين كده. تعالوا اقول لكم ايه اللي انا جبته وايه اللي حصل وايه الصدمه اللي انا انصدمتها. طبعا دوت السجاد بتاع اوضه اولادي. كنت اول مره يعني ما غسلتهوش معاكم قبل كده. انا اصلا كنت ايه يعني كسلانه ان انا اصلا اصور، بس ايه اتشجعت يعني وقلت بالمره يعني ان انا ما صورتهوش قبل كده معاكم او غسلته قبل كده. انا غسلت برضو معاكم فيديو قبل كده للسجاد. بصوا بقى يا بنات، هو جبت المنظفات رخيصة. ببتدي بقى طبعا ان انا بحط السجاد كده ببله او المشايات ببلها الاول يعني. طبعا انا جبت كل المنظفات ب15 جنيه او اقل يعني، بس انصدمت بقى من الحاجات الرخيصة ديت. ببتدي بقى طبعا ان انا ببل كده. عايزاكم يا بنات في بداية الفيديو متنسوش بقى يا بنات اللايك والشير والسبسكرايب للي اول مرة يشوف قناتي، وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم اشعار باي حاجة هنزلها. وكمان في حاجه طبعا مزعلاني منكم اللي انتم ما بتحطوش اللايك. انا طبعا ايه حطوا اللايك عشان اللايك يرفع ايه الفيديو. انا جبت طبق كده من الميه، مليته ميه يعني. محمد كان ايه معايا بقى عايز بقى يلعب في الميه. يلا يا ماما عشان نغسل السجاد، يلا يا ماما عشان نغسل السجاد، على اساس بقى الواد ايه هيغسل السجاد وهيخلصه كله، اساس اللي هو هيلعب في الميه. انا طبعا جبت اللي هو الرابسو دوت اللي هو اوكس دوت. انت بقى تستخدمي المنظف اللي انت عايزاه. وجبت طبق فيه شويه ميه زي كده. المنظفات بقى اللي انا هستخدمها، هستخدم خلطة بتجيبها من عند اي صبانة، وهستخدم شامبو سجاجيد اللي هو الايه اللي هو الموف دوت. تمام. طبعا مش كل الكمية اللي انا جبتها يعني. انا مثلا اصلا جبت ب3 جنيه شامبو سجاجيد اهو اللي هو الموف ده، جبت ب3 جنيه. وجبت لا جبت ب4 شامبو سجاجيد، وجبت ب3 جنيه خلطة. خدت شوية من ده على شوية من ده على المية، لانه بيبقى عامل زي الجل كده تقيل. تمام. يعني قلبته كده مع بعض وزي ما انتم شايفين. بصوا الرغوه عامله ازاي. ومحمد بيقول لكم بصوا الرغوه عامله ازاي. ما هو لعب بقى هيصه. هو اصلا بيستنى لما انا اجي اغسل السجاد لان بيحب يلعب بقى في الميه بقى. طبعا انا بليت دي اخد شويه بقى كده بالكوبايه على السجاده او على الموكيتا زي ما انتم شايفين. انا طبعا كنت غاسله ايه كميه السجاجيد اللي هي ايه هتشوفوها دلوقتي. كملوا الفيديو لغايه الاخر وهنشوفوا الصدمه اللي انا انصدمتها من نتيجه المنظفات اللي انا جبتها الرخيصه. هنزل بشويه بقى من الرابسو وهاتك يا دعك يا دعك يا دعك يا دعك. طبعا انا شويه محمد شويه على قد ما كان بيقدر برضو. بس طبعا انا كنت بعيد وراه يعني على اساس اللي هو ايه عايز بقى اللي هو ايه يقول لي بص يا ماما انا ايه بعمل يعني. وجي بعد ما تشجعني اللي انا اعمل راح سابني بقى في نص الايه. ما كملتش اي حاجه، ما كملش. وراح قال لك لا السلام عليكم انا هسيبك بقى وايه مع نفسك. يا ابني يديك يرضيك، طب اقعد تونسني، اقعد سليني، اقعد امسك لي الميه اي حاجه. لا 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 انا طب اقعد معايا. لا 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 انا داخله انام. طبعا انا بدات بالليل، قلت بقى بدات على بالليل يعني. قلت ايه انا كنت عاملاها اصلا ومش عارفه الراجل دوت عمال يقول بيك يا بيك يا كل شويه اوقف الفيديو. هو برضو مصمم يعني. ما علينا. انا لما باجي اسجل فيديو بحس ان كل الدنيا بتتكلم ودوشه اطفال. بصوا حاجه كده لا تطاق يعني. بس ما علينا، انتوا اكيد دوت بيحصل في يعني اي فيديوهات تانية يعني. ابتدي بقى طبعا اللي انا هاتك يا دعك يا دعك يا دعك يا دعك اللي زي ما انتوا شايفين كده. بصوا الرغوه بتاعت الرغوه اللي على السجاد عامله ازاي. انا بحب اصلا السجاد او بحب المكتات او الدواسات ديت اللي هي بتبقى عامله زي النجيله دي. بتبقى جميله جدا في الغسيل. طبعا غسلنا اول واحده. نبتدي بقى طبعا اللي هنغسل اللي هو بتاع الايه بتاع اوضه الاولاد. وغير كده كمان انا اصلا يعني مش ما بداتش بدول. انا بدات طبعا بالسجاد اللي هو الكبير. ده خليتهم في الاخر يعني. وجيت بعد كده قلت انا اصلا ما كانش ليا نفس اللي انا اصور. جيت بقى في الاخر قلت والله ايه لا يعني هتشجع لما لقيت نفسي كده ايه يعني. بص خلاص احبطت يعني. هنزل بقى بشويه من الرابسو وهاتك يا دعك بقى يا دعك يا دعك. طبعا دي اصفر في ابيض في الوان فاتحه يعني. انا بحاول بقدر الامكان والله بحافظ عليه يعني. بس في نفس الوقت اصلا بص على الاقل بقعه في السجاد الفاتح دوت بيرخم جدا.
هو انتوا اصلا ما شفتوش منظره، كان فظيع، كان فيه بقع كتير. وانا بقى ايه هاتك يا دعك بقى بالمنظفات ديت. عايزاكم تكملوا بقى الفيديو لغايه الاخر عشان برضو جايبه لكم مفاجاه يعني. مش غسلت السجاد بس، لا ده انا غسلت حاجه كمان برضو هوريها لكم في اخر الفيديو. دي بقى كانت ايه كده، دي كانت الختام يعني. هاتك يا دعك بقى يا دعك. انا اصلا يعني بص بقى الربس وبص الرغاوي، خلينا السجاد زي الفل زي الفل يا بنات. تمام. ابتدي بقى طبعا ايه محمد بقى بيشطف ديت، انا قلت له بقى اشطف ديت على اساس ان انت تطلع ايه منها الربس كله. وانا لما من النوع لما باجي اعمل السجاد لازما ايه بمشي عليه بالفرشه، حتى لو بشطفه بمشي عليه بالفرشه كده عشان لو في بواقي مثلا ربس وبواقي خلطه من اللي انا عاملاها دي. وطبعا بتعملي بقى من السجاد من ظهره ومن وشه. تمام. حابه تعملي اللي هو من وشه بس، يعني لو السجاد عندك نضيف مش وسخ قوي انت ممكن تعمله من وشه بس، او تعملي مثلا زي ما انا بعمل كده بتلفي وبتدعكي. تمام. يعني ايه زي ما انتوا شايفين كده انا ببتدي اللي انا ايه ببقى عايزه اطلع منه كل الرغاوي وكل الربس اللي كان في السجاد. زي ما انا بقول لكم شايفين الميه شفافه ازاي. طبعا انا بدات بالكبير، يعني حاولي على قد ما تقدري يعني تبداي بالحاجه الصعبه الاول. يعني انا بدات بالسجاد اللي هو الكبير الاول على اساس اللي هو ده بيبقى رخم، انت فاهمه، بتبقى في الاول في البدايه بتبقي متشجعه. وجيت بقى دول بقى ايه اللي هم الدواسات، برضو جايباها اللي هي عامله زي النجيله دي، بتبقى حلوه جدا في غسيلها برضو. دول برضو ايه بتوع الاولاد ما بين السراير. طبعا برضو رحت برضو ايه قلت برضو هغسلهم. الأوضة ديت يعني السجاد دوت احنا بنقعد عليه كتير جدا اللي هو بتاع الأطفال، لأننا أصلا ايه يعتبر اللي احنا بنقعد على طول في الأوضة ديت بناكل وبنشرب فيها. تمام. انا بقى بوريلكم يعني بقول لكم بصوا انا طبعا بليت كل الموكات وهبتدي بقى ايه هاتك يا دعك يا دعك يا دعك. انت ممكن بقى ايه يعني ايه بتعملي بالفرشة وانت واقفة عادي. في اللي انا الفرشة اللي انا هعمل بيها دلوقتي هنزل بشوية من الربس وزي ما انتوا شايفين. الفرشه دي بقى يا بنات اللي انا بدعك بيها دي اصلا بعصايه، يعني انت ممكن اصلا تعملي بعصايه بس هي بتبقى عايزه بقى ايه مجهود بقى. انت عارفه السجاد بيبقى ماشيو، بتبقى يعني الفرشه لما بتيجي تمشي بتبقى عايزه ايه اللي انت ايه تبقي ماسكاها مباشره يعني. دي بقى زي ما انتوا شايفين برضو ديت ايه برضو نجيله موكيتا نجيله برضو. هي على قد ما بيكون في غسيلها حلو بس على قد ما بيكون في غسيلها ايه. هو ده كان دراع محمد على فكره اللي كان باين ده عشان ما حدش يفتكر اللي هو ده دراعي. انا قلت له خد الموكيتا دي، قال لي يا ماما هات اجرب ومش عارفه، قلت له خد الموكيتا دي واعملها يعني. طبعا انا خلاص خلصت ديت وكنت بعيد وراه، يعني هو مثلا ايه حابب بقى اللي هو ايه على اساس اللي هو يساعدني. انا رشيته رشيته ساعتها دي قلت له هديك فلوس يعني تعالى اعمل معايا على اساس اشجعه. انت عارفين الاطفال ما بتمشيش غير بالفلوس اصلا. المهم جيت قلت له بقى ايه يعني ايه هديك فلوس وتعالى اعمل معايا. وعندي بقى يوسف بقى فضل يمسك لي الخرطوم. والمشكله بقى الصدمه اللي انا صدمتها اللي هم غيروا هدوم قد كده في اليوم ده. كل ما البنطلون او الهدوم يجي عليهم ميه يخشوا يروحوا مغيرين تاني. بصوا جيت بقى بعد ما انا خلصت لقيت ايه كوم غسيل مرمي على الارض بسبب اللي هو كل شويه البنطلون يتبل يروحوا هوب داخلين يروحوا مغيرين. طبعا انا غسلنا كل السجاد وابتدي بقى ان انا بغسل السجاد ما برفعوش يعني على البلكونه على طول، لا بلفه كده وبسيبه بقى يتصفى على اساس لما بيكون السجاد فيه ميه بيكون تقيل جدا. مفيش غير السجاده بس الكبيره اللي انا ايه بعد ما سبتها تتصفى يعني رحت رافعاها لجوه في البلكونه على اساس هي تتصفى. تمام. انا بقى طبعا وقفت كل السجاد ده بقى وتعالوا شوفوا اللي انا هغسله كمان يعني برضو ما اترحمتش. لا قلت بالمره بقى مليطه مليطه، ما كده الدنيا مليطه والدنيا مليانه ميه. تعالي يا بنت هاتي الايه الشنطه بتاعت الواد واغسليها. وهاتك يا دعك يا دعك السفر ده كان كله مش باين. هاتك يا دعك يا دعك يا دعك لغايه ما خليتها زي الفل زي ما انتوا شايفين كده وغسلتها ووقفتها تتصفى. طبعا انا غسلتها بقى من جوه ومن بره بقى وشغلانه. بصي دي بقى كانت الاخر يعني. وجيت بقى بعد كده يا بنات رحت هوب بقى السجاد بقى على الايه على البلكونه وابتديت بقى اللي انا ايه انشره كده. وجزء نشرته على سور البلكونه وجزء بقى نشرته على الحبال. وكان يوم ما يعلم بيه الا ربنا.
قولي لي بقى انتوا عملتوا السجاد ولا لا، اللي عمله يكتب لي برضو، اللي ما عملوش برضو يكتب لي، ونشجع بعض يا بنات. وبصراحة مش شرط عشان انت جايبة منظفات رخيصة السجاد ما يطلعش زي الفل، اقسم بالله خليها السجاد زي ما انتوا شايفين كده زي الفل. ودي كانت النتيجة بقى اللي انا صدمتها يعني بصراحة، خلى السجاد زي الفل. سيبك بقى من ان الناس بتجيب منظفات غالية والكلام ده. عايزاكم بقى تحطوا لي بقى اللايك والشير والسبسكرايب عشان تشجعوني عشان استمر معاكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، باي.